من ساعة ما نزلت وصفة القرص الطرية الفلاحي وانا بيطلب مني القرص الفلاحي بس المبسوسة اللي بتبقى ناعمة كده ودايبة دوب كده واحنا بناكلها. النهاردة بقى هنعملها مع بعض وهنشوف كل التفاصيل اللي تخلي الوصفة معانا ناجحة من اول مرة. مهم ان احنا نتابع الفيديو كويس لان كل جزء فيه بيبقى فيه خطوة مهمة جدا لنجاح الوصفة. انا هعمل مقدار نص كيلو من الدقيق اللي هي 4 اكواب معيارية اللي هو الكوب سعة 236 مللي. هضيف عليه معلقتين كبار من السمسم اللي لسه محمصاه حالا، ممكن تخليهم 3 معالق او معلقة واحدة حسب ما تحبوا. وكمان هضيف نص معلقة كبيرة من اليانسون وبرضه لسه محمصاه دلوقتي. ممكن نستبدل اليانسون بشمر او نستبدله بنص معلقة او معلقة صغيرة من ريحة الكحك، او نستغنى عن الخطوة دي خالص مش لازم نضيف حاجة. وهضيف اقل من ربع معلقة صغيرة من الملح. هقلب كل المكونات دي مع بعض وهخليها على جنب. دلوقتي بقى هحضر خليط الخميرة. معايا نص كوباية من المية الدافية، ضفت عليها 3 معالق كبار من السكر ومعلقتين صغيرين من الخميرة الفورية اللي هي 8 جرام. هقلبهم كويس قوي مع بعض لغاية ما السكر ما يدوب، وهسيبهم على جنب عشان الخميرة تتفاعل. بالنسبة بقى لمقدار المادة الدهنية، احنا هنحتاج كوباية من السمنة يعني 200 جرام، وهضيف عليها 3 معالق كبار من الزيت يعني 30 جرام، يعني التوتال بتاع المادة الدهنية 230 جرام. هسيحهم على النار وخليهم دافيين حاجة بسيطة، يعني ما بحط ايدي فيها بستحملها عادي. وبعد كده هضيفهم على الدقيق، وهبس بقى المادة الدهنية بالدقيق كويس جدا كأني بعمل الكحك بالظبط. ودي الطريقة الصح للبس، ان احنا بناخد جزء من الخليط ما بين كفين ايدينا ونضغط عليه بالشكل ده وننعمه لغاية ما الدقيق ما بيشرب كل كمية المادة الدهنية ويبقى ناعم معانا بالشكل ده. الخميرة خلاص تفاعلت اهي وشغالة كويس جدا. هنضيف كل الكمية مرة واحدة على العجينة. دي نص كوباية مية، طبعا مش دي كل كمية السوائل اللي احنا هنحتاجها، بس دي الكمية الاولانية، نص كوباية مية اللي متدوب فيها السكر مع الخميرة. في الاول هتحسوا ان العجينة طرية وبتلزق جامد كده، لكن كل ما هنقلب الدقيق هيشرب في السوائل وهتبدأ العجينة تلم معانا. العجينة دي برضو احنا ما بنعجنش، احنا بنلمها زي ما انتوا شايفين كده. بنحاول بس ان احنا نشرب السوائل لكمية الدقيق، لكن ما نعجنش عشان ما نعملش عرق جامد للعجينة بتاعتنا. العجينة بقت مفرولة زي ما انتوا شايفين، وطبعا لسه محتاجة كمية سوائل تانية. انا بقيت كمية السوائل هضيفها لبن، انتوا ممكن تكملوا بمية عادي جدا، وممكن تستخدموا لبن حسب ما تحبوا. انا هنا استخدمت ربع كوباية من اللبن، واللبن ده برضو دافي يعني ما نطلعوش من التلاجة ونستخدمه. وهنبدأ برضو نلم في العجينة زي ما انتوا شايفين كده، يعني ما بنعجنش، مجرد بنلمها عشان تشرب كل السوائل اللي احنا ضفناها. انا هنا ضفت ربع كوباية اللبن بالتدريج لان انواع الدقيق بتختلف ومش كلها بتاخد نفس كمية السوائل، عشان كده الجزء التاني من السوائل احنا بنضيفه دايما بالتدريج كده. وبعد ما نخلص المقدار اللي هو المفروض نستخدمه للعجينة اللي هو تقريبا كوباية الا ربع، لو كانت لسه محتاجة برضو مقدار تاني من السوائل ممكن نضيف بقى معلقة او 2 كبار. عموما هو مقدار الدقيق ده اللي هو نص كيلو بياخد تقريبا من 180 ل 200 جرام من المية او اللبن. عشان نتأكد ان العجينة جاهزة خلاص معانا هناخد حتة منها كده. اولا شايفين هي ملهاش عرق جامد، فده كده كويس، هتبقى ناعمة معانا. ثانيا هنلاقيها طرية، شايفين طرية ازاي، يعني مش مشققة جامد. كده بقت جاهزة خلاص. هنغطيها بقى ونسيبها ترتاح 10 دقايق بس، مش اكتر من كده. احنا مش بنخمرها اول مرة، هي بتخمر بعد التشكيل. احنا بس في الاول بنريحها 10 دقايق لغاية ما نحضر بقية الحاجات اللي احنا هنستخدمها. انا هعمل جزء سادة وجزء بالعجوة. جبت هنا ربع كيلو من العجوة وضفت عليها معلقة من السمنة، وهبدأ اعجنهم مع بعض كده عشان اطري العجوة. لو حسيت ان العجوة ناشفة شوية ممكن اضيف عليها معلقة كبيرة من المية السخنة، ده هيساعد ان هي تطرى معانا. ممكن كمان نضيف على العجوة شوية سمسم أو شوية قرفة لو احنا مش حاطين بقى ينسون في العجينة نفسها، ونعجنهم كويس قوي مع بعض ونتأكد ان العجوة بقت طرية كفاية عشان ما تبقاش ناشفة جوه القرص. شايفين شكلها كده حلوة قوي. هبدأ بقى شكل العجينة. أنا هعمل كل قرصة مقاس 60 جرام، ممكن تعملوها 50 وممكن تعملوها كمان 70 حسب ما تحبوا، وممكن ما توزنوش، يعني ممكن تعملوها بالنظر كده يكونوا قد بعضها. نبدأ بقى ان احنا نلفها او يعني نلم فيها بالشكل ده لغاية ما تبقى معانا الكورة كده ملساء، الوش بتاعها او السطح بتاعها كده ما يكونش فيه اي تعريجات او اي خطوط كده. هنبدأ بقى نعمل كل الكمية ونحطها في صينية. الصينية دي مش مدهونة اي حاجة لان طبعا القرص فيها كمية مادة دهنية كويسة. هنسيب مسافات شوية ما بين الواحدة والتانية عشان احنا لسه هنفردها. شايفين احنا بنلمها كورة ازاي، يعني دي الطريقة الصح اللي احنا نلمها بيها، ونقفل كويس قوي الجزء اللي من تحت ده. وده كده السادة. بالنسبة بقى اللي هنحشيه بنفردها شوية بالشكل ده، وناخد جزء من العجوة ونكون فردينه شوية ونبدأ نقفلها بالطريقة دي عشان يبقى الحجم بتاع العجينة فوق وتحت متساوي.
بالنسبة لمقدار العجوة اللي جوه كل قرصة، أنا القرصة عاملاها 60 جرام وعملت كمية العجوة 30 جرام، يعني العجوة كميتها نص كمية أو نص وزن القرصة نفسها. طبعا مهم قوي ان احنا نقفلها كويس بالشكل ده ونتأكد ان العجوة متغطية كويس قوي بالعجينة من كل الجوانب. اهي واحدة كده قريبة عشان تبقوا شايفين كويس هي بتتقفل ازاي. بعد ما بنخلص تشكيل كل المقدار بنبدأ بقى نفرده بإيدينا بالشكل ده. حسب ما هتفرديه أو السمك اللي انت هتفردي بيه ده بيفرق معاكي في قرمشته. يعني لو سبتيها عالية شوية هيبقى من جوه طري حاجة بسيطة، لكن لو فردتيها جامد هيبقى مقرمش أكتر معاك. فحسب ما انتوا بتحبوها وحسب ذوقكم افردوها زي ما انتوا عايزين. بعد كده هنجيب شوكة ونبدأ نعمل فيها فتحات أو خروم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان ما تقبش يعني وتفضل مقرمشة كده وحلوة. اللي محشي عجوة ممكن نعمله بالشوكة عادي أو نعمله بالسكينة كده خطوط بالطول أو بالعرض. ده الشكل اللي كان قديم أو المتعارف عليه، يعني اللي كان بيتعمل خطوط بالسكينة كده. دلوقتي بقى هنسيبه عشان يخمر، بياخد تقريبا نص ساعة أو ساعة إلا ربع بالكتير عشان الجو صيف، لكن في الشتاء هياخد طبعا وقت أكتر بكتير، ساعة ساعة ونص. في الوقت ده هنكون مشغلين الفرن على 180. بندخل الصاج في الرف الوسطاني، بياخد تقريبا من 15 ل 20 دقيقة، طبعا مع المتابعة. الأفران بتبقى مش زي بعض وما بتاخدش نفس الوقت في التسوية. المهم ان هو يستوي وياخد اللون الحلو ده. لو حسينا ان هو استوى وخد لون حلو من تحت ومن الجناب ومن فوق لسه فاتح شوية، ممكن نفتح عليه الشواية اخر دقيقتين. وطبعا لو الفرن فيها مروحة بنشغلها من الاول عشان ده بيوزع الحرارة كويس. طبعا لما بنخرج الصينية من الفرن احنا ما بنغطيهاش وما بنحركش القرص منها، لان هي بتبقى طرية شوية اول ما بتخرج وهي سخنة، لكن اول ما بتتعرض للهواء وتبدأ تبرد شوية بتنشف كده وبتبقى ناعمة بجد ودايبة خالص. وطبعا انتوا متخيلين ريحتها بتبقى عاملة ازاي وبتبقى قلب البيت قد ايه. طبعا القرص دي مش محتاجة انها تتشال في الفريزر زي القرص الطرية، دي بتتحط في اي علبة كده نقفلها ونخليها بره عادي جدا على الرخامة، مش هيحصل لها اي حاجة. شايفين الهشاشة من جوه عاملة ازاي؟ بجد يعني دايبة كده ومفرغة مش مكتومة، المنظر بتاعها بيتكلم لوحده. وطبعا لو مبططينها اكتر من كده هتبقى مقرمشة اكتر كمان. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم فيها ايه، وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجرب الوصفة، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.